هلا وشباب، شلونكم؟ شلون الأجواء وياكم بامتحانات نصف السنة؟ إذا أنت مثل أغلب الطلاب قاعد تلزم الكتاب وترجع للتليفون كل 5 دقائق، هذا الفيديو إلك. لأنه اليوم راح نتكلم عن شلون نواجه امتحانات نصف السنة بطريقة تخليك تنجح وأنت مرتاح، أو على الأقل ما تفقد عقلك بنهاية الامتحانات. فيلا نبدأ. أول خطوة لازم تحدد الأولويات. اليوم اللي عندك قبل الامتحان ما مخصص على مود تقرأ بيه كل المادة، هذا وقت تركيز على المواضيع المهمة واللي تجيب أكثر الدرجات. شوف المواضيع اللي الأستاذ أكد عليها واللي حسيت نفسك ضعيف بيها أثناء الدوام، وركز على فهم الأساسيات مو حفظ كل التفاصيل. وطبعا كل مادة لها طريقة خاصة على مود تدرسها، واللي أنا أصنفهن كالتالي. الرياضيات. الرياضيات بصورة عامة عبارة عن معادلات، وغالبا تكون بها أنماط متعددة بالحل. لازم تحفظ القوانين وتختبر نفسك على أهم الأسئلة الموجودة بالمنهج. ركز على الأسئلة اللي تجمع أكثر من فكرة بسؤال واحد، لأن المدرسين يحبون يجيبون منها. أما الفيزياء عبارة عن تعاريف ومسائل، لازم تفهم فكرة كل تعريف مو بس تحفظه. يعني التعريف اللي تحفظه لازم تعرف شنو يقصد بيه وشنو الغاية منه. أما المسائل احفظ القانون وافهم شلون تستخدمه. ثالثاً الإنجليزي، وأكيد من أهم الشغلات بالإنجليزي هو الإنشاء. احفظ كل الإنشاءات اللي انطاك إياهن المدرس، لأن الإنشاء عليه 20 درجة وهو مضمون وجودها بالامتحان. أما الأدب ضبطه قد ما تقدر، لأن مجموع درجته ويا الإنشاء يضمن لك النجاح. يمكن تقول إيمو الأدب معقد وبيه هواي تفاصيل. نعم عندك وجهة نظر، لكن لا تنسى أنه عليه حوالي 20 إلى 30 درجة. الكيمياء تختلف على حسب الصفوف، بس دائما ركز على الفكرة الأساسية من كل موضوع. إذا كان السؤال به مجموعة خطوات، لازم تقسمه حسب كل خطوة حتى يسهل حله. وهمين لازم تركز على الأسئلة اللي بيهن أكثر من فكرة مثل ما بالرياضيات. أما العربي هو عبارة عن إنشاء وأدب وقواعد. الإنشاء عليه 20 درجة، فلازم تتعلم تكتب مقدمة وعرض وخاتمة، وأكيد استدل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية، خصوصا عن الوطن والعلم، لأن المدرسين يحبون يكرروهن كل سنة مدري ليش. الأدب مع العربي ركز على التعداد والتعاريف المهمة، وهمين اطلع على حياة الشعراء والأغراض من شعرهم. اطلع على الأسئلة القليلة بنهاية كل تحليل، لأنها غالبا تكون موجودة بالامتحان. وأخيرا القواعد، احفظ تعريفات المواضيع وركز على التمارين الأولى من كل موضوع. وختاما لا تشتت نفسك بحفظ كل شيء، ركز على المواضيع الأساسية اللي تضمن نجاحك، وبعدين تفرغ للباقي إذا عندك وقت. أهم شيء تبدي بثقة وبهدوء، لأن التنظيم أهم من الحفظ العشوائي. هسه نروح للخطوة الثانية. الآن ممكن تقول يا إيمو أنت أعطيتني تفاصيل هواي وما أعرف شلون أصنف المهم وغير المهم من كل موضوع. وببساطة راح أجيك وأقول لك المراجعة المركزة. وأكو هواي مدرسين على اليوتيوب ينشرون مراجعات مركزة، وهي عبارة عن فيديوهات تلخص لك المادة كاملة، بدل لا ترجع للكتاب وتعيد دراسة كل المادة من الصفر. وأنا صراحة كل ما تتراكم علي المواد أتابع مراجعة مركزة وأجيب درجات جيدة بدون لا تدوخ ولا تنخبص وتظل تدرس بشكل عشوائي. تابع مراجعة مركزة. نروح للنقطة الثالثة، شلون تقسم وقتك. مثلا امتحانك باكر، لذا لازم تقسم يومك بشكل صحيح. قسم يومك نوبات قراءة قصيرة، كل نوبة 25 دقيقة أو 20 دقيقة، وخذ استراحة 5 دقائق بعد كل نوبة، وهي هاي اللي اسمها تقنية بومودورو. وأهم شي، لا تاخذ استراحة تليفون بوقت الدراسة أبدا. وإذا أنت تدرس محاضرات على اليوتيوب أو على التليفون، تقدر ببساطة تنزل تطبيق يوقف الإشعارات مثل تطبيق فوكس، وهاي صورته. وطبعا هذا مو إعلان، لأن ما حد راح ينطي فلوس القناة بها 2000 مشترك. نروح للنقطة الرابعة، بدل ما تضيع وقتك بأمور ما لها داعي، ركز على حل الأسئلة الشهرية السابقة اللي انطاكم إياها المدرس، أو أسئلة نهاية الفصول إذا ما انطاكم المدرس أي شيء، لأن أغلب الأسئلة بنص السنة تعتمد على الأسئلة المكررة. ادرسهن كلهن وراح تنصدم من كمية التكرار اللي راح تشوفه، ولما تحلهن راح تفهم الطريقة وتحس بثقة بنفسك أكثر من قبل. النقطة الرابعة، لا تسهر وتضيع نفسك. شباب غلط كبير انه انت تظل سهران طول الليل وتروح ثاني يوم مثل الزومبي. خلي نومك كافي بالليل، خصوصا ليلة الامتحان، لأنك تحتاج تكون صافي الذهن يوم الامتحان. نام على الأقل 6 أو 7 ساعات، لأن بدون نوم عقلك ما راح يخزن أي شيء من اللي قرأته. وإذا تشوف وقتك ما يكفي، حاول تقعد بوقت مبكر للدراسة. ومرة موقف صار وياي، كان عندي امتحان وحسيت نفسي ضايع،
فأنا قلت إيه هي هاي اللحظة، راح أصير الطالب المجتهد، وقرأت لمدة 10 ساعات متواصلة بدون نوم، والنتيجة نمت بالامتحان. نصيحتي أخذ الأمور ببساطة والعبها بذكاء مو بجهد. وشغلة إضافية، لا تأجل ترتيب أغراضك أبدا، تأكد من الأقلام والدفاتر وكل شي تحتاجه قبل لا تبدي تدرس، وعلى مود لا تضيع وقتك الصبح وانت تدور على أغراضك. وأكيد لما تشوف كتبك مرتبة ومنظمة راح يزيد حافزك إنك تدرس وتقاوم النعاس الصبح. وختاما شباب، امتحانات نصف السنة هي فرصة تثبت نفسك، لا تضغط على روحك لكن لا تستهين بالوقت همين. الباقي بيدك، وصدقني كل التعب الأيام الجاية راح تحصل نتيجته بالامتحانات. إذا حسيت هاي النصايح راح تفيدك أو تعرف شخص يحتاجها، لا تنسى اللايك والاشتراك ومشاركة المقطع. أعرف هذا الفيديو كان المفروض يكون إجابة على أسئلة المتابعين، لكن الأولويات أولا. وأدري الفيديو بسيط، لكن تركيزي حاليا على الامتحانات، ووعد راح أرجع لكم بفيديوهات أقوى بعد الامتحانات. لا تنسون تكتبون نصايحكم وتجاربكم بعد الامتحان. وبالتوفيق شباب، نشوفكم على خير، مع السلامة.